يا السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مؤخرا صداع نايض على طلقتي مراتك غتقدر تقسم معها النص، ولكن البطل ديال الحلقه ديال اليوم غادي يعطي لمراتو كلشي وغادي يقول لها باي باي وغتمشي وهو مبتسم. البطل ديال الحلقه ديال اليوم صاحبي، خليكم معنا باش تعرفوا ليستوار، لان الطماع كيقضي عليه غير الكذاب. نبداو القصه. صاحبي ياسين كان خدام في واحد لاجونس ديال لوكاسيون ديال الطوموبيلات، وعنده واحد الكليانه عايشه في برا. فيما كتدخل المغرب كتكري من عنده غير الحديد المزيان، مره رونج، مره توارق، مره بورش، كل مره وشنو كتكري من عنده على حسب المورال وعلى حسب البيريود اللي جات فيها والحديد اللي كاين. الدري خدام على راسو، عجباتو الدريه، ولكن بيان سور ما يقدر يقول لها والو لان كليانه ديالو في واحد لو كادر اللي بروفيسيونيل حتى لهنا وكلشي مزيان. السيده ولات فيما كتنزل المغرب كل 3 شهور ولا 4 شهور كتكري من عنده طوموبيل، لدرجه ان فاش ولات كتمشي مره كتعيط تسول فيه وكتقول ليه قضي لي واحد غراض، وحتى هو فيما كتخصو شي بياسه في الصوت ولا شي لعيبه كيصيفط لها وكيقول لها كنتي جايه عافاك جيبها لي معاه. بشويه بشويه العلاقه بقات غادا وكتطور، بقات الامور غادا على هذا الحال، كلمه كتجيب كلمه، كومونتير كيجيب كومونتير، ندخلوا الانستغرام شوفوا شويه الفيسبوك، جيميليا نجيبها لك شويه ديال القلوبه، حتى وصلوا لواحد البوان ديال ان العلاقه خاصها اوفيسياليزا. تما البنت فين غادي تبروبوزي عليه غادي تقول ليه شريف لا بغيتيني اجي لدارنا، انا ماشي دير هادشي. هو سمع الهضره ما قدرش يتيق، ما عرف واش كضحك معاه ولا كضحك عليه. الدريه لاباس عليها، هو يلاه كيشق في طريقه. حتى لهنا كلشي مزيان، مشى لدارهم ناقش الموضوع مع باه قال ليه هادي الدجاجه بكمونه. عقلوا لي على باه لان حتى هو غادي يلعب دور مهم في هذه القصه. ياسين ديك الليله ما داش الناس، بيان سور كيدوزوا ليه بزاف ديال السيناريوهات في دماغه وبزاف ديال الاسئله ما عندوش لهم الجواب. في فوق الصباح اختنا معيط عليه، عاود عيط ليها ولقى عندها كاع الاجوبه اللي باغي يسمع. فين غادي يعيشوا، واش في المغرب ولا برا، امتى غادي يتزوجوا، كيفاش غادي يديروا. بقى عندها اللاصق ديال اللاصق، ما خلاتليش فين يعاود يفكر ولا فين يتردد. زعموا بالي قبل ما يسالي. ياسين مشى للخدمه والراس طاير، ريح مع السيد اللي خدام معاه بحكم انه ولد خالته، خوالي المزيوده كامله. هو يقول لي قاعده زهر عندك ابا ياسين، اي والله يسر الامور ولكن رد البال. ياسين ضحك وقال ليه معلم هادي راه دجاجه بكمونه وخاصني نضرب الحديد ما هدا هو سخون. البنت راه كتبغيني وكتقول لي انت تقدر تقاتل على اي حاجه كيف ما كتقاتل في خدمتك وفي الحياه، وانا راني كنبغيك وكنموت عليك، وحتى الا درتي شي عائله سوا في الغربه سوا هنا ما غدوزاش. والراجل اللي كيقدر يجيب درهم في بلادو يقدر يجيب ملايين في بلادات الناس. هاد العلاقه ما وقفتش هنا، بقات غادا 3 سنين. السيده قالت لي شوف الشريف، انت الا كنتي غادي تجي لعندي اول حاجه خصك تمشي تتعلم اللغه وتجمع شويه فلوس باش من نهارك تخدم. داكشي اللي دار ياسين، مشى وتعلم اللغه وجمع شويه ديال الفلوس. 2023 ياسين دار الطبال والغياط وكلنا جا عندنا وقلنا غادي نتزوج، وتا حنا باركنا ليه وشفنا التصويره ديالو في انستغرام وجمجمنا ليه وقلنا ليه مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك الخازوق. يلا نكملوا الفيديو. ياسين مشغول بالدفوع، شنو غادي يدي، شنو غيشري، الخاتم، الكومبلي، لا الكرافاطه، الصباط خاصو يكون مسيري. غادي يمشي لان دارهم ما كايناش في كازا، كاينه في مراكش. والسيده كتانسيستي ليه، كتقول ليه اهم حاجه هي الباسبور والورقات اللي غادي نصيفط لك، وهذا الفورمولير اللي خاصك تعمر وتصاور يكونوا كيبانوا فيهم ودنك بجوج. هذا هزتها من عندي ماشي مشكل. ياسين هز دارهم وقصد مراكش لان دارهم ساكنين في مراكش. السيده جابت امها وخاله اللي تما دخلوا من برا، داروا جلسه في الدار وجابوا العدول وتصوروا ديك التصويره اللي كومونطينا عليها ودرنا جيم وقلنا لها مبروك. الوقيته اللي ياسين كيتسنى في العقد ما كبروش، راه داكشي كيدوز في المحكمه والبروسيدور راه تبدلات. السيده قالت ليه راه خاصك تجمع الفلوس غنعطيوهم لخالي لان ما عندكش الحق تخرج اكثر من واحد المونطون. خالي غتعطيهم ليه هنا فلوس وهو غادي يعطيهم لك تما ملي غادي توصل. اون فوا رجع ياسين لكازا انستال دارهم وتانستالا، يلاه كيقاد في اموره. عاودت عيطات ليه وهاد المره ماشي هو اللي غادي يديها المطار حيت كان ديما هو اللي كيوصلها. قالت ليه راه الوراق راه خرجوا وانا غيخصني نمشي باش ندفع لك هادشي والبروسيدور دوز في اسرع وقت. ياسين وتا لهنا كلشي مزيان وبخير. مشات السيده ريحات تما واحد الشهر ونص، كدوي معاه كل نهار ابل فيديو، دوي معايا ندوي معاك، كيدير معاه كاع لي زاكتيفيتي، راه شريت هادي، شنو غادي نديرو، شنو ما غادي نديرو، شنو غنسميو ولادنا، راكم عارفين. السيد باقي كيدوي معاها وهي مازال كتثبت فيه، وقالت ليه خالي راه غادي يدير لك واحد الكونط باش ملي تجي هنا يعطيوك الاقامه الدائمه، وماما راه هي نازله عندكم الكازا. دوزات معاهم شي يامات تما في كازا، فرحوا بها، غداوها، عشاوها. والسيده باقا كدوي مع الاخر في ابل وامها مريحه معاهم في الدار. الحياه جميله وياسين عايش قصه حب ما غاداش تسالي. جات من بعد شهر ونص وقالت لي خصنا نمشيو ندوزو شهر العسل ونعيشوا شي ايامات زوينه هنا في المغرب. هزها وداها الاكادير، خلات واحد الباليزه قالت لي راه ولاك خرجوا ولكن الباليزه
راه بقات في الدار عند ماما فاش حطيناها عندها ملي جبتيني من المطار حتى لهنا وكل شيء مزيان. ياسين فرحان والحياه حلوه. رجعوا من شهر العسل وياسين قال لها امتى غنمشيو؟ قالت ليه السيمانه الجايه. قال لها عطيني الباسبور واش غنقطعو؟ قالت لي شوف هني بالك الشريف، دابا انت راك راجلي وانا مراتك، ديالي ديالك وديالك ديالي، وانا غادي نقطع وغادي نتكلف بكل شيء. راه ديجا الباسبور راه باقي عند ماما وماما طلعت عند خالتي. ياسين بيان سور ضرب الطم ما توادع معنا ما والو. وصل نهار الاثنين طلعوا الرباط ريكوبيريو امها، قالت لي راه كانت عند خالتي وغينزلوا لكازا المطار محمد الخامس. هزمت البنت باش ياسين داهم المطار توادعوا مع ولدهم. الله يعاون الله يعاون والحلم صبح حقيقه. ياسين في باب ديال المطار يا البابور يا مون امور خرجني من لا ميزير. هبطوا البالز كيتجاروا، امت البنت كدوي في التليفون وغاده كدوي في التليفون وما كيتسناو فيها تكمل، كيتسناو فيها داز بزاف ديال الوقت. هي الدور عند بنتها قالت لها ستيبي راه تعطلنا. قالت لها راه حنا كنا كنتسناو فيك تسالي. قالت لها واش عندك الصاك ديالي اللي كنت هازه؟ قالت لها لا ما هزيتوش. داروا عند ياسين واش هبطتي الصاك؟ قال لهم لا. فين خليتي الصاك؟ ما فين خليتي الصاك راه بقى في الطوموبيل عند باك لتحت في الكوسان. ياسين غيجبد التليفون غادي يعيط لباه، غايقول ليه طل واش حداك واحد الصاك. با غيدير يدو من اللور غيقول ليه كاين الصاك، غيقول ليه دير الدوميتور وردوا ليه. نقصات امت البنت وهي تقول ليه باش نربحوا الوقت لان الطياره ما بقى لها والو، خرج انت عند باك جيب من عنده الصاك ديالي وحنا غادي نمشيو ندفعوا الباكاج وغادي نديروا لونجستخمون وبلي يجيب لك باك الصاك دخل لعندنا. وهي تنقص البنت وهي تقول لي ارا داك الصاك دبانا اللي داير نتايا لا تولي مطيحو حتى هويا ونبداو نقلبو كنجريو. ياسين بلا ما يفكر نصلو وعطاه ليها. خرج ياسين كيتسنى با في الباب، جاب باه وجاب مع الصاك فيه شويه ديال الاورو مشطق ديما واحد دوليبران عطاهم لياسين. ياسين خدا الصاك وتم راجع ويوقفوا البوليسي. قال لي فين غادي؟ قال ليه راه عندي الفول دابا ومرتي راها لداخل. ويقول لي البوليسي راه ما يمكنش تدخل، عيط لمرتك وقول لها هي تخرج وتخرج لك الوراق ديالك والباسبور وداك الشيء وديك الساعه سي الله يسهل لك. ياسين قال ليه راه ما عندي والو، لا تليفون لا والو، راه كلشي عند المدام لداخل. بوليسي تساعد معاه وعطاه قال لي لك انت حافظ النمره ديالك هاك عيط لمرتك. عيط ليها التليفون كيصوني وهي تجاوبو. قالت لي اندرا خديتي الصاك؟ قال لها خديت الصاك. قالت لي صافي مزيان احنا غادي ندفعوا الباكاج ونخرج نجيب لك الباسبور ديالك والوراق باش تدخل نتايا معنا. ياسين شكر البوليسي ورد ليه التليفون وقف كيتسنى. داز 3 دقائق 5 دقائق 10 دقائق نص ساعه السيده مازال ما خرجاتش. ياسين باقي كيتسنى ويتلاقى مع واحد صاحبه اللي يجيب واحد الطوموبيله للمطار لشي كليان كارينه من عنده. سولو قال لي ياسين اش كدير هنا؟ قال لي لك كتب الله راه دابا خارجه المدام عندي راه غادي عندي الفول من دابا شويه. قال لي الله يسهل عليك وفرح ليه الله يسر الامور. السيد مشى عطى ديك الطوموبيل للكليان مشى باش يجيب طوموبيله اخرى. رجع بقى ياسين باقي واقف ورجع عنده سولو قال لي ياسين اش تما مالك؟ قال لي راه المدام تخلعت عليها راه من قبيله دابا داز ساعه ونص ديال المكان والطياره راه مع الربعه ودابا الخمسة ونص والشتا مازال ما خرجاتش. قال لي هكا عيط ليها. هز التليفون عطاه كيصوني التليفون طافي. ياسين بداو كيدخلوا معاه للطارق نعيط للدار ما نعيط للدار اشنو غنقول لهم لا بلاتي نتسنى عندك امها تكون طرات لها شي حاجه عندك هما يكون طرا لهم شي حاجه لان ما كاينش شي سبب واضح علاش غيطفيو التليفونات. بدا كيطيح الظلام صاحبه ويقول ليه شوف لا كنتي غادي تهبط لكازا يلاه نهبطك معايا راه ما عندك ما تبقى دير هنايا لا كانت الطياره غتمشي مع الربعه دابا راه 7 ديال العشيه وما عندك ما تبقى دير انت ما عندكش ريال. بيان سور ياسين ركب معاه تمو غادي في الطريق وصاحبه اللي بانت ليه الحقيقه ديال الشمس اللي ما كتضركش بالغربال قال ليه عندك تكون نصباش عليك. قال ليه لا ما يمكنش غتكون غير شي حاجه طاريه. دخل ياسين لدارهم كلشي تشوكا بحال شي فيلم ديال عادل امام ما دواش معاهم مشى نيشان قصد البيسي ديالو كيحاول يحل الواتساب كيحاول يحل فيسبوك انستغرام كيلقى السيده مبلوكيه من كلشي. ياسين كمل في دارو كيسمع نقير وقوة الري ومصدوم ما دار والو وباقي عنده امل ان السيده غادي تكونتاكتيه وراه غير شي حاجه طاريه. ولكن صاحبه قبل ما ينزل من الطوموبيل قال ليه عندك تكون نصبات عليك. ياسين بدا كيفيق من الصدمه هز الطوموبيله ديال باه قصد نيشان مراكش وطلع لدارهم كيقلب عليها. بقى ديك الدار ماشي دارهم وغير مكريه للنهار يوفوا راه في الدار غير مكريه ويطيح ليه في بالو العدول. مشى بغى يقلب على العدول ريح في القهوه اش من عدول غتقلب عليه السميه ديالو فين كاين. ياسين ما عارفش لان العدول جابته عندها للدار. هز لاكارت ناسيونال ديالو ومشى لمحكمه الاسره باش يقلب واش بصح واش كاين شي عقد ديال الزواج. قالوا ليه كاين والو الشريف. تما عرف القالب الثاني ان ما كاين لا عدول لا جواج لا والو. حتى لهنايا رجع ياسين للدار وباقي ما فخباروش راه كاين القالب الثالث. رجع ياسين للدار عاود لبا شنو طرا قال ليه ها شنو كاين بات ياسين جرو وقال ليه تا انا
اجي نعاود ليك شنو كاين. عقلتو عليها فاش كانت هي برا كتقاد الدوره وكانت تما هنا في كازا عندهم كيغديوها ويفطروها وكيدوروها. باش ياسين واحد الصباح فاق وهي تقصد امها قالت لي الدراري الا مشاو تما الكرا راه غالي، شنو بان ليك نتفرضوا لهم شي ابارتمون، انا غادي نعطي واحد لاصوم اللي كبيره. وراتو التصاور ديال الدار وقالت لي انت لا عندك غير شي شويه ديال الفلوس 24 مليون ولا 25 عاونهم بها وغادي نديروا عليهم مفاجاه. دار ياسين على قد الحال وباه هذا شويه فلوس تحت الجليجه جبدهم وقال كل شيء هون على قبل ولدي راه غادي يصوفي وغيخلف ليا كل شيء. هز الفلوس وعطاهم لمة البنت باش تشري لياسين وبنتها دار فين غادي يسكنوا وما غيقولوا لهم والو وغادي يخليوها ليه مفاجاه حتى يوصل تما. كانت المفاجاه ديال ياسين ان ختنا نصبات عليه وان باه حتى هو تنصب عليه. حتى لهنا كلشي غادي يسول ياسين شحال مشاو ليه ديال الفلوس. بغيت نقول لك مشات لياسين قريبه 40 مليون. من بعد ياسين عرف انه تنصب عليه وان دا فخ طاح فيه ويمشي ويقصد البوليس اللي داروا في خدمتهم. علاش لا ما نديرش لكم البارت 2 من هذه القصه؟ خليوها لي في لي كومونتير. ما تنساوش تدعموني تبارطاجيو لا فيديو وديروا جيم. كان معكم جعفر علقي، السلام عليكم.